السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في فقرة مان تو مان. النهاردة كلامنا هيكون عن كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية أو الكونفدريشن كاب، البطولة رقم 2 في القارة الإفريقية طبعا من حيث الأهمية، واللي بيشارك فيها نادي الزمالك للمرة الرابعة. نادي الزمالك شارك قبل كده في بطولة الكونفدرالية في 3 مناسبات. المناسبة الأولى كانت في عام 2015، لكنها كانت طبعا ليست سعيدة لجمهور الأبيض، وخصوصا بعد الخروج من دور نص النهائي على يد طبعا نادي النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين. المرة الثانية كانت عام 2018، واللي نادي الزمالك فيها غادر البطولة من الأدوار الأولى، وكانت طبعا على يد نادي ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي في المباراتين بنتيجة 2-1 لكل فريق. وفي المرة الثالثة كانت في عام 2019. عام 2019 واللي فيها المستديرة ابتسمت لنادي الزمالك وقدروا ان هم يحققوا البطولة طبعا جيل كان من اللاعبين جيد جدا، وقدروا ان هم يفوزوا باللقب الاول في تاريخ نادي الزمالك في الكونفدرالية بالتحديد، وكسبوا البطولة طبعا على حساب نادي نهضة بركان المغربي، واللي قدروا ان هم يكسبوه بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح. وكمان كانت المباراة مباراة الذهاب والعودة انتهت بنتيجة 1-0 لكل فريق، وبالتالي تم الاحتكام إلى ركلات الترجيح. نادي الزمالك في مجمل مشاركاته السابقة طبعا قبل المشاركة الرابعة في الوقت الحالي قدر ان هو يلعب عدد من المباريات وصل ل 32 مباراة في بطولة الكونفدرالية في خلال 3 مشاركات سابقة. قدر فيهم ان هو يحقق الفوز 18 مرة، وان هو تعادل في 7 مناسبات وتلقى الهزيمة في 7. نادي الزمالك قدر يسجل خلال ال3 مشاركات الماضية 53 هدف، واهتزت شباكه ب 27 هدف. نادي الزمالك بيقع في مجموعة سهلة نوعا ما في البطولة الحالية أو النسخة الرابعة من حيث المشاركة لنادي الزمالك. يقع في مجموعة طبعا يعني فيها نادي ساجرادا سبيرانسا الأنجولي، بيقع فيها نادي سوار كويا الغيني، ويقع فيها نادي أبو سليم الليبي. طبعا نادي الزمالك يعني في الوقت الحالي يمتلك العديد من العناصر طبعا من حيث الجودة الفنية داخل أرضية الملعب، وحتى من حيث الجودة يعني الذهنية ومستوى الفني للاعبين أكبر بكتير جدا من كل اللاعبين اللي موجودين سواء في ساجرادا الأنجولي أو في سوار كويا الغيني أو حتى نادي أبو سليم الليبي. نادي الزمالك قادر ان هو يصعد بشكل كبير جدا نظرا لضعف المستويات الموجوده معاه في المجموعه، وان هو يقدر يحقق الصعود والتاهل للادوار الاقصائيه بشكل كبير جدا خلال الموسم الحالي او خلال البطوله الحاليه، نظرا طبعا لانه مفيش المنافس القوي اللي يقدر ان هو ينافس الزمالك على الصعود، ففرصته اكبر من اي نادي في المجموعات الاخرى. حتى يعني بالتحديد نادي الزمالك في الوقت الحالي لن يختبر اختبار حقيقي خلال دور المجموعات، فقط كل ما هو عليه ان هو يتأهل، ومن المفترض يعني نادي الزمالك وقادر على ده ان هو يتأهل بالعلامة الكاملة من المجموعة في حالة طبعا ان الظروف كانت مواتية لنادي الزمالك في المجموعات، وما كانش فيه اي مضايقات سواء كانت بسبب السفر لأدغال افريقيا او حتى في بعض الترتيبات الإدارية اللي دايما بتحصل فيها مشاكل، سواء يعني من خلال طبعا الجهاز الإداري لنادي الزمالك يقدر يظبط الموضوع ده قبل السفر لأفريقيا، خصوصا انك هتسافر لأنجولا وغينيا، فالموضوع هيبقى صعب شوية. لسه الامور مش متضحه جدا بسبب يعني الاوضاع في ليبيا. هل نادي ابو سليم هيلعب مباراه الخاصه بالمباراه الخاصه بيه هو على ارضه وعلى ملعبه، ولا هيتم نقلها لملعب اخر؟ الامور دي طبعا هتكشف مع الوقت، لكن طبعا نادي الزمالك هيقدر ان شاء الله بامر الله ان هو يتاهل بشكل كبير، وبنسبه كبيره فرصه في التاهل اكبر. نادي الزمالك الاختبار الحقيقي هيتعرض ليه هيكون طبعا في خلال الادوار الاقصائيه.
الادوار الاقصائيه اللي هيكون الزمالك ان شاء الله بامر الله متواجد فيها بنسبه كبيره. وده طبعا في ظل تواجد العديد من الانديه الكبيره. لو احنا ذكرنا نادي الافريقي التونسي متواجد في الكونفدراليه للموسم الحالي، نادي نهضه بركان، في العديد من الانديه طبعا الشمال افريقيه اللي موجوده واللي هتنافس نادي الزمالك طبعا على الصعود والذهاب لابعد نقطه في البطوله، ولما لا يعني تحقيق البطوله. طبعا يعني نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في مشواره بالكونفدراليه، وانه يقدر يحقق اللقب الثاني في تاريخ نادي الزمالك من خلال طبعا المشاركه الحاليه، وان شاء الله بامر الله يضيف لقب قاري جديد لنادي الزمالك، وبالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في قادم الاستحقاقات والمواعيد. ودي تكون كل حاجه معانا النهارده في فقره مان تو مان. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.